بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حجية المحررات العرفية بين الإنكار والإقرار، ومتى تكون الورقة العرفية حجة قاطعة أمام القضاء. المحرر العرفي هي أي ورقة بيتم الاتفاق عليها بين طرفين، وبيتم التوقيع عليها أو بالبصم أو بالختم من قبل طرف واحد أو طرفين. تعالوا نشوف القانون قال إيه في الموضوع ده، وإيه مدى حجية المحررات العرفية. القانون المصري في قانون الإثبات وضع قاعدة عامة علشان تستقر المعاملات بين المواطنين ويضمن عدالة الخصوم. جه في المادة 14 من قانون الإثبات نصت على يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه، يعني أي ورقة عرفية تم التوقيع عليها بالختم أو بالتوقيع أو بالبصمة دي تعتبر صادرة وصحيحة ممن وقعها. إيه الشرط بقى؟ ما لم ينكر صراحة، إلا إذا اللي وقع ده أنكر صراحة إن ده مش توقيعه أو دي مش بصمته أو ده مش ختم. يبقى نقراها تاني كده: يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة، يعني لازم الإنكار يكون صريح، ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصم. طيب، في حالة مثلا بتحصل إن واحد بيوقع على ورقة ويتوفاه الله، ممكن الورثة بتوعه ينكروا؟ لا طبعا، ما نقدرش نجبر الورثة على الإنكار إن هم يقولوا ده مش توقيع مورثنا. إنما كل اللي مطلوب من الوارث إيه؟ إن هو يلزم، إن هو يحلف اليمين إن هو ما يعرفش، لا يعلم إن الخط أو الإمضاء أو الختم ده بتاع مورثه ولا لأ. مجرد إن هو لا يحلف إن بعدم العلم، يبقى عيب الإثبات وقع على الطرف التاني إن هو يثبت إن ده كان توقيع المتوفي. نقطة مهمة كده بقى: من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه الإنكار بعد ذلك. يعني أي حد يحتج عليه بمحرر عرفي أو باتفاق عرفي بينه وبين حد ويناقش الموضوع بتاعه، ما ينفعش بعد ما يناقش الموضوع يجي ينكر التوقيع أو الختم أو الإمضاء أو البصم، لأن الأصل إن الورقة العرفية حجة بمجرد التوقيع عليه، والإنكار يجب أن يكون صريح، وإلا اعتبرت الورقة صحيحة. وطبعا زي ما قلنا، اللي يناقش الموضوع الورقة قبل ما ينكرها يسقط حقه في الإنكار، وده اللي استقرت عليه محكمة النقض لما قالت المحرر العرفي يعتبر صادرا من وقعه ما لم ينكر صراحة، ويعتبر الإنكار بعد المناقشة غير مقبول. الخلاصة: لو تمسك خصمك بمحرر العرفي ولم تنكره فورا أصبح حجة عليك. لو كنت وريث لكن انت تحلف اليمين بعدم العلم بصحة توقيع مورثك. تالت حاجة: لو تناقش الموضوع الورقة قبل الإنكار يسقط الحق في الإنكار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.